اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. وحشتوني جدا 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 فوق ما تتخيلوا. طبعا اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر مشرفينه ومنورينه على دماغي واخواتي وعيلتي التانية. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم لي يا حبايب قلبي، ورمضان كريم عليكم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. طبعا النهارده يا أمنية انت لابسة كده ورايحة فين؟ فطار 15 رمضان و16 رمضان عند ماما. فأكيد طبعا معروفة لما أنا بروح أول يوم ببات وباجي تاني يوم. فطبعا انا كنت رايحه افطر 15 يوم رمضان هناك، فماما طبعا بيتنا وفطرت برضو عندها 16 يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير. الفيديو جميل جدا وكله طاقة وكله بهجة حلوة وكله كده يعني ايه فرحة لمة العيلة. ماما اصلا كانت تعبانة جدا، ربنا يشفاها ويخفف عنا يا رب. طبعا لما بروح عند ماما ده شيء اكيد لازم ابات عند ماما، ما ينفعش ان انا اروح واجي كده في نفس اليوم. العيال انا كنت والله عايزه امشي في نفس اليوم، بس الاولاد قالوا لي ايه لا يا ماما احنا هنبات معاها النهارده. فمرضتش ازعلهم الصراحه يعني، عشان هما بيحبوا يروحوا عند تيتتهم. رحت بقى لقيت ماما عامله الرز وعامله لوبيا وعامله فراخ. ده كان فطارنا 15 يوم رمضان وبطاطس. وهنا كنا بنحمر الفراخ. طبعا انا كنت رايحة وهي كانت عاملة الاكل اصلا. هنا بقى ايه 15 يوم رمضان يوم عدى بألف هنا وكان يوم جميل جدا والله، وكان في اجواء كتير حلوة بس للأسف مصورتش. وده بقى تاني يوم يعني 16 يوم رمضان. طبعا ماما كانت تعبانة قوي، ادعوا لها ربنا يشفيها. ده شايفين انا شكلي عامل ازاي؟ كنت قايمه من النوم لسه كنت حاسه ان شكلي غلط بس يلا هنا طبعا ماما قالت لي انا هجيب لك لحمه مفرومه وهجيب لك جلاش تعملي لنا صينيه جلاش باللحمه المفرومه. عملتها لها طبعا، قلت بقى طبعا لازم اوريكم انا بعملها ازاي وبعملها يعني خطواتها ايه بالظبط. تعالوا يلا نشوف احنا هنعمل ايه. هنا جبنا الطاسه بتاعت ماما. الطاسه دي غويطه قوي على فكره، جميله قوي يا جماعه، في القليه والحاجات دي تحفه، وفي التعصيق برضو حلوه قوي. هنا طبعا حطينا نقطه زيت او شويه زيت يعني، وحطيت يعني برضو شويه سمنه حلوين. هنا بقى طبعا ماما جايبالي اللحمه مفرومه. طبعا انا زي ما انتوا عارفيني انا بحب اعصج اللحمه الاول، بحب اقوم مشوحه اللحمه كده ومعصجاها، وبعد ما تاخد لون مني واحس ان اللون بتاع الدم ده راح خالص مش موجود، بقوم ضربة بصلة كبيرة مع قرن فلفل احمر كده شكله حلو، بيدي طعم يا جماعة خطير. القرن الاحمر ده بيدي طعم خطير في اللحمة المفرومة وبالذات في التعصيجة، يعني ان كان لبشاميل ان كان لجلاش ان كان لرقاق، يعني اي تعصيجة لاي حاجة يعني كله متوفر يعني. القرن الشطة ده بيبقى حلو مع البصلة وانت بتضربيها، بيبقى في منتهى الروعة وهتحبيه جدا. جربيه ومش هتندمي والله. بتبقى طعمها سبايسي شوية بس مش قوي، بتبقى حلوة مش وحشة. هنا طبعا بسيب اللحمة تاخد لون زي ما انتوا شايفين، يعني انتوا هتشوفوها الوقت اصلا انا عاملاها ازاي. ده كان في فيديو اصلا انا مصورة خطوة بخطوتها والملح والبهارات وكله، الفيديو ده اساسا راح. كانت مكة بتصورني ومعرفش الفيديو جت منتج ملقتش الفيديو، فسامحوني بقى لو في كذا خطوة ما جتش. فانا بقول لكم اهو احنا بعد ما هناخد تعصيجة اللحمة زي ما انتوا شايفين وما يبقاش فيها نقطة دم من دي النهائي، ما هيبقاش فيها ولا نقطة، هتعملي بصلة بقرن فلفل احمر تضربوهم في الكبة، وبعد ما تضربيهم بعد ما اللحمة تاخد لون خالص واللون الاحمر ده ما يكونش موجود، هتقومي منزلة البصل بالفلفل على اللحمة، وبعد ما هتنزلي البصل هتقومي جايبة طماطمية صغننة كده تضربها في الخلاط مع نقطة مية صغيرة، وهتقومي منزلاها برضو في اللحمة، بتديلها طعم خطير احسن من الصلصة مليون مرة. لا صلصة ولا كاتشب ولا مايونيز ولا مستردة ولا اي حاجة من الكلام ده خالص.
وبعد كده هتنزلي بملح وفلفل وبهارات كاملة وكمون، يعني كل البهارات المتاحة عندك اعمليها. هنا كنت انا بضرب الطماطم عشان احطها. انا كنت عاملة والله فيديو طويل جدا، بس معرفش الفيديو اتحذف ازاي ولا راح ازاي، التليفون بتاعي ده غريب باين عشان احنا بنتفرج على المداح اليومين دول، فالمداح قلب علينا نجيته للصراحة يعني تليفوني يكون مصور الفيديو ما عدتش الاقي الفيديو، اقسم بالله مش عارفة تليفوني فيه ايه اصلا. فهنا طبعا كان الفيديو ما لقيتوش موجود، فكويس ان احنا اصلا كنا مصورين الحتة دي. هنا طبعا كانت بتتعصج. هنا كنت انا حطيت كل حاجة وسبتها بقى ايه تتعمل براحتها. طبعا اللي لسه معايا لحد هنا ما ينساش يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم أمين يا رب العالمين. لا والله الفيديو اجا اهو، البهارات موجودة. طب كويس. المهم ان انا قلت انا حطيت ايه عشان تبقوا انتوا عارفين برضو مقادير التعصيجة ماشية ازاي. تعصيجة والله كانت صينية جلاش في منتهى الروعة. انا اصلا بعشق الجلاش، يعني انا بحب الجلاش باللحمة. قبل كده عملته برضو، عملت الفراخ زي شاورما كده، وقمتي برضو عاملة الجلاش، عملت صينية جلاش وكان طعمها خطير. كنت اول مرة اصلا اعمل فراخ بالجلاش او جلاش بالفراخ هنا طبعا فتحت بقى البقرة بتاعت مش عارفة البقرة ولا الرويال ولا اقول ايه الجلاش، ورق الجلاش. وطبعا ماما للأسف مفيش عندها الفرشة اللي هي ايه بتاعت السمنة، بعدت اجيبها والله ملقتهاش موجودة، وماما جابتها بعد ما خلصت الصواني وكانوا هيخشوا الفرن. يعني كويس ان هي جابتها برضه عشان لما اكون عندها وعملنا حاجة زي دي تبقى ايه عندها حاجتها موجودة. هنا طبعا ورق الجلاش ده كان جميل قوي يا جماعة، كان جميل ما شاء الله بجد. هنا طبعا كل شوية بقى كنت بعمل ايه، بفرد الصينية كويس كده زي ما انتوا شايفين، واهم حاجة تدهين الصينية كويس علشان بيلزق، يعني لازم تدهين الصينية كويس. هنا طبعا كل ورقة بورقتها كده بقوم عاملة ايه دهنة سمنة بسيطة كده. السمنة اللي عند ماما دي جميلة جدا، هي سمنة جنة، بس جنة اللي هي ايه الجديدة اللي هي العلبة الخضراء، بس في منتهى الروعة يا جماعة، جميلة جدا. طبعا زي ما انتوا شايفين بحاول ان انا اقطع الصينيه كويس، وبخاف برضو للجلاش يقوم جاي على بعضه يبوظ خالص. يعني دي كانت عملت مني شويه، بس الحمد لله يعني جت على قد كده. هنا طبعا جبت كوبايه لبن ورشه ملح صغيره ورشه فلفل، وهنقوم جايين نقوم صبنها على الجلاش. اللبن يا جماعة خطوة حلوة قوي في صينية الجلاش بالذات، ولو عندك شوربة ممكن تسقيه شوربة برضو، بس الشوربة هتخليه طري جدا. يعني الناس اللي بتحبه مقرمش شوية يعني تخلي لبن كتير. انما الناس اللي بيحبوا الجلاش طري قوي ممكن تزودوا الشوربة، يعني بدل اللبن شوربة، او ممكن تلخبطي اللبن وشوربة على بعض، يعني على حسب ما انت عايزة. وهنا طبعا كانت الصينية خلاص خلصت زي ما انتوا شايفين. هنا طبعا بقى سبتها شوية على قرب الأذان، وقمنا طبعا مولعين الفرن وحطينا، طلعت صينية جلاش بمعنى الكلمة. والله 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 انا حسيت ان انا بعمله على طول، بس كان طعمه رهيب الصراحة، وكنت حاطة فيه جبنة موتزاريلا. انتوا طبعا هتشوفوا الفيديو، بجد الجلاش طعمه بيبقى خرافة، اللي بيحبوا الجلاش يعني هيعرفوا. دي كانت الصينية التانية، بس كان اتلسوعت شوية من الجنوب، بس حلوة برضو اتاكلت، مفيش حاجة اترمت يعني. كل سنة وانتوا طيبين، ما تنسوش اللايك. باي.